السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدين ومتابعين قناة الكرة مع صبري. طبعا الحمد لله قدرنا نتوصل لخبر ربما يكون يعني انفراد وحصري لقناة الكرة مع صبري، وهو بخصوص نادي الزمالك، رئيس نادي الزمالك وقناة نادي الزمالك. هنتعرف مع بعض على تفاصيل الخبر وهنناقشه مع بعض. منكم اللي هيكون مؤيد لنص الخبر ومنكم اللي هيرفض النص التاني. طبعا بعد الأحداث المؤسفة والنتائج السلبية اللي تعرض لها نادي الزمالك وتعنت اتحاد الكورة من عدم تسجيل اللاعبين الجدد كبقية الأندية، وشفنا الفيديو اللي اتنشر على صفحة المستشار مرتضى ان هو راح الاتحاد، وكان طبعا اللقاء مسجل صوت وصورة، واعضاء الاتحاد بيتصلوا على باقي الاعضاء، الاستاذ وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكورة، والتسجيل المسرب من عضو اتحاد الكورة وهو بيقول ان احنا بعتنا من فترة وقلنا ان الاتحاد ثابت على موقفه، وان الجماعة قالوا احنا مش هنقيد للزمالك واحنا ثابتين، وطبعا هنقفل التليفونات ومعرفش ايه والحاجات دي كلها. يعني احنا بنتساءل ليه الحاجات دي بتحصل مع نادي الزمالك بالاخص؟ هل هو بسبب تجاوزات رئيس النادي؟ يا عم حتى لو بسبب تجاوزات رئيس النادي، انت كاتحاد بتعاقب الجمهور وبتعاقب النادي ليه؟ انت بتعاقبنا احنا ليه؟ يعني بتعاقبنا احنا، بتعاقب منظومة كاملة في شخص. انت ليك مختلف معاه، او مش عاجبك اسلوبه، او مش عاجبك تجاوزاته، او مش عاجبك تصريحاته، يعني الجأ للقضاء. القضاء هو اللي هياخد لك حقك، لكن انت بتعاقب نادي كامل، منظومة كاملة، كيان كامل، جماهير بالملايين سواء في مصر او خارج مصر، في شخص واحد. ده اللي مش مفهوم، وانت مش من صلاحياتك ان انت تمنع القيد. احنا بنكلم ناس فاهمين، الحمد لله جمهور الزمالك كله فاهم الكورة وعارف انت مش من صلاحياتك ان انت تمنعني من القيد، الا اذا في جواب من الاتحاد الدولي صدر ان مثلا كان نادي الزمالك ممنوع من القيد لسبب ما. فده خلاص انا هلجأ لك ليه عشان تقيد لي لعيبه؟ ما انا خلاص القرار جاي من الاتحاد الدولي، في الحاله دي خلاص انت مش عليك لوم. انما انا مش موقوف لي قيد، احنا لسه راجعين من بعد سنتين وقف قيد بسبب القضايا اللي كانت على الزمالك، فتيجي انت تكمل عليا في 6 شهور لعيبه اتعاقدت معايا يفضلوا قاعدين 6 شهور من غير لعب؟ يبقى انت كده بتموتهم اكلينيكيا. ده احنا كجمهور الزمالك مش عاجبنا اللي بيحصل في كهربا، لان ده لعيب، ده اكل عيشه. لكن انت عليك مخالفه خلاص، ممكن تدفع فلوس وتلعب في اي وقت. ده بالنسبه لكهربا. اما بالنسبه للعيبه دي، بالنسبه لنادي الزمالك دفع فلوس لانديتهم. فده جانب اتحاد الكوره. اما الخبرين اللي عندي، وهو في اجتماع النهارده الثلاث، وطبعا الخبر يعني هيصدر على في وسائل الاعلام بعد فتره، وهو مناقشه المجلس الاعلى او اجتماع المجلس الاعلى للاعلام لمناقشه التجاوزات اللي بتحصل من برنامج زملكاوي، من قناه الزمالك وبالاخص برنامج زملكاوي. ففي اتجاه في المجلس الاعلى للاعلام لايقاف برنامج زملكاوي، يعني اختارهم بانذار شديد اللهجه على التجاوزات اللي بتحصل، وعلى اثر الانذار لو ما احترموش الانذار او ما امتثلوا للانذار، هيتم ايقاف برنامج زملكاوي لفتره زمنيه هتتحدد من قبل المجلس الاعلى للاعلام. والخبر الثاني وهو منع المستشار مرتضى منصور من الظهور اعلاميا في القنوات الفضائيه، سواء في برنامج زملكاوي او اي قناه.
وانا مع الخبر ده، وكتير من جماهير الزمالك هتأيدني. ليه؟ لان ظهور المستشار مرتضى منصور بيسبب مشاكل للزمالك قبل الناس اللي بره. طبعا التصريحات اللي بتحصل من المستشار مرتضى والتخبط في كل الناس، يا عم احنا عارفين ان مثلا الناس اللي انت بتتكلم عليهم سواء احمد شوبير او الخطيب او اي حد تاني، الناس دي فيها حاجات وحشه وفيها حاجات حلوه، احنا معاك. وفي حاجات بتحصل من مثلا الكابتن احمد شوبير في قناه اون اللي هي المفروض القناه المحايده، احنا كجمهور الزمالك بنزعل منها، لان في تقليل من لعيبه من فريق الزمالك، وفي تقليل من رئيس النادي، واحنا ما بنرضاش باي حاجه تمس نادي الزمالك، فاحنا طبيعي ان احنا بنزعل. فشوبير ليه وعليه، لكن انت لما تطلع كل يوم تتكلم في قناه نادي الزمالك وتشتم في ده وتسب في ده وتلعن في ده وتطلع تصريحات على اللعيبه وتطلع تصريحات على على فريق الزمالك وعلى الجهاز الفني وعلى ما اعرفش ايه، الحاجات دي بينتج عنها عدم استقرار، وعدم الاستقرار احنا شايفين نتيجته في الفريق، خساره في خساره في تعادل في خساره في خساره. يعني بصراحه الوضع في الزمالك دلوقتي بقى مؤسف. منع ظهور المستشار مرتضى منصور انا مع القرار ده، لانه هتبدا الامور تهدى زي السنه اللي فاتت. انت ما اتكلمتش السنه اللي فاتت حصل ايه؟ اخدنا دوري وكاس، فليه السنه دي طالع تتكلم من بدايه السنه؟ التصريحات اللي انت بتعملها دي والبلبله اللي بتحصل، ولما طلعت انت بعد المباراه اللي حصلت او الخساره اللي حصلت من اسوان اتكلمت عن فتوح وعبد الله جمعه، انت اتكلمت بلسان مشجع غضبان بقى وزعلان وطالع انت ما ينفعش، كل كلمه محسوبه عليك، انت رئيس نادي مش مشجع زينا، احنا لو اتكلمنا مش هنتحاسب على كلامنا. انما انت ايه اللي حصل؟ غضب فتوح وغضب عبد الله جمعه، وفي تفكك في الفريق، وفي عدم استقرار، وفي تخبط اداري، وفي مشاكل بالجمله. احنا في غنى عن الكلام ده كله. اتكلم زي ما تتكلم على صفحتك، اعمل لايف في على قناتك واتكلم، اللي عايز يدخل يسمعك يدخل واللي مش عايز براحته. انما تطلع تتكلم على القناه المسموعه والمرئيه سواء في مصر او بره مصر، ما ينفعش. احنا مش راضيين عن اللي بيحصل في الدوري المصري، ومش راضيين عن تعنت اتحاد الكوره، ومش راضيين عن اداء التحكيم، ومش راضيين عن حاجات كتير. بس انت ما ينفعش تطلع تتكلم. الخطيب ما بيطلعش في حاجه مش عاجباه في التحكيم بيروح مطلع بيان، واحنا عارفين اتحاد الكوره كله يعني بيخاف من الاهلي وبيخاف من جمهور الاهلي، وبيعمل 1000 حساب للاهلي، ما بيعملش 1000 حساب للزمالك. وده ما فيش هنا المعيار مش واحد. انت لازم تقف على مسافه واحده لكل الانديه، ما تخافش، ما تبديش ده عن ده، ولا تخاف من ده وما تخافش من ده. ما تعملش ذكر على الزمالك وقدام الاهلي تعمل فرخ، ما ينفعش. هنقول عشان خاطر رئيس الزمالك بيشتم؟ ما هم هناك ما بيشتموش، بس اللجان بتاعتهم شغاله. فطبعا الخبرين اللي توصلنا لهم النهارده بصراحه، يعني احنا زعلنا على خبر قناه الزمالك، وطبعا عايزين يعني في الفتره اللي جايه يكون في يعني في هدوء شويه في برنامج زملكاوي، هدوء شويه، نتكلم على اللي لينا بس، ما نخبطش في حد ولا نتكلم على حد، ما لناش دعوه بحد، نتكلم عن الايجابيات والسلبيات في فريق. نتمنى الامور تهدى في نادي الزمالك ونتوصل، وعشان خاطر يعني نمشي على الطريق الصحيح. احنا داخلين دلوقتي على بطوله، احنا فقدنا بطوله الدوري خلاص، فقدناها. واللي ما يقولش كده يبقى كذاب، يبقى منافق، بيضحك على نفسه وبيضحك على المتابعين. الدوري بالنسبه لنا السنه دي ده عسى ان احنا نوصل للمركز الثاني، عسى في ظل التراجع ده. فنتمنى الامور تهدى عشان يعني نراجع اوراقنا ونراجع استقرارنا تاني وهدوءنا، عشان خاطر نقدر نعمل حاجه في بطوله افريقيا اللي غايبه عننا من 2002.
ما تنسوناش بالاشتراك والدعم في القناه، وتفعيل زر الجرس واللايك والشير، وكل واحد يكتب اراءه في التعليق. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.